طبعًا الحمد لله العيانين اللي بيرجعوا مش مبسوطين الحمد لله بيقلّوا، فبتيجي لي عيانة في السنة، عيانتين بالكتير، والحقيقة سبب قلة هذا العدد إن أنا بادّي وقت طويل جدًا في الconsultation مع العيانين، وعمري ما باعمل للعيانة عملية قبل ما أبقى متأكد إنها هتستفيد من هذه العملية، وبادّيها كل الdetails information بتاعة العملية والrisk بتاع العملية، فلو حصل أي مشكلة بعد العملية العيانة بتبقى مؤهبة وجاهزة وعارفة إن ده ممكن يحصل. ولكن لو العيانة جت وهي مش مبسوطة بالنتيجة، فأنا لازم أسمع ليها، ولازم أقدّر مشاعرها، ولازم أساعدها بكل الطرق إن هي توصل للنتيجة realistic الممكنة عشان تكون سعيدة ومبسوطة بالعملية. الحقيقة ده نقطة مهمة جدًا، وأنا أوصي بيها كل جراحين الشبان اللي في أول حياتهم العملية إن هم يsupport their patients، يعني تراعي العيانين بتوعك وتقف جنبهم. لو ليكم أي تساؤل من فضلكم ابعتوا لي أي أسئلة وأنا إن شاء الله هاجاوب عليها. معاكم الدكتور أحمد عبد الجواد consultant plastic surgeon in the northwest of England. Thank you.